اشتريته مقدرتش استنى، فتحته وانا لسه في المعصرة اكلت منه. ودي عروض الطحينة، وده عسل نحل عسل اسود اسفة خام، ما دي موجود العروض بتاعته. ماشي. وده دقيق جوز هند. ماشي، للي حابب دقيق جوز الهند، ده دقيق جوز هند. وادي المنتجات ورا اهي متعبية اهي عشان تطلع بره اوردرات. وهنا برضو عنده بيدوقك طحينة خام، العسل بالطحينة. تمام. وهنا ده القسم بتاع اللي هو فيه الشاي، فيه التونة، فيه المشتريات، شاي الزردة والشاي الأخضر والقهوة الخضراء، جميع المنتجات اللي هي الحلوة، براند حلو يعني الكواليتي بتاعها عالي. وهنا في تونة، في زيت، في صلصة، في فول معلب، في توابل، في بهارات. وهنا في برضو تمر، برضو براندات تانية. ماشي. كل ده متواجد. زي دي برطمانات مثلا صلصة، دي اللي هو التونة أو سمك مكاريل. في هريسة الفلفل الأحمر متواجدة برضو اهي، معلبات. ده ماء زهر. تمام. وده ماء ورد. ده صويا صوص. وهنا ده زي، عارفين انتوا اللبن المبستر، اللي هو اللبن البودر يعني. ماشي. وجميع انواع الحليب المبخر وكده، في كل ده موجود هنا، براندات مختلفة. ودي زي يكون صلصة طماطم. وهنا ده الشاي بأنواعه، العادي والزردة وكده، الحاجات اللي هي بتاعت مطروح الطبيعية دي بحبها قوي، الكواليتي بتاعها حلو خالص. وهنا ده قسم كان فيه البخور. طبعا انا اشتريت من عندهم بخور، السعر عندهم في البخور زيه زي عندنا هنا في المدينة. احنا هناك كل واحد حاطط من كل نوع عود بره كده، ولازقه على الكرتونة عشان انت تشم الريحة، وبتاخد كرتونة مقفولة يعني، هو بس بيوريك الحاجة يعني ريحتها عاملة ايه. تمام. وده البخور اللي هو بيبقى الصغير. ماشي. فانا حاولت اجيب لكم معظم الحاجات المتواجدة في المكان. ماشي. هو هنا كان بيرص الحاجة وبيعرفنا على انواع البخور واسمائها ونوعيتها واسعارها. ماشي. بصوا من فوق، كل قسم من فوق مكتوب عليه المكان بتاعه، يعني هنا زيت الزيتون. هنا كده احنا كده خلصنا ورايحين ناحية الكاشير. هنا موجود الكاشير ده. هنا في قسم البن قدامك، بيطحنه قدامك ويعبيه قدامك، وفي متعبي لو انت عايز تاخد منه على الجاهز. ماشي. اهو ده القسم اللي هو بتاع البن بتاعهم ريحته حلوه قوي يعني، انت مش عايز تشتري لا بيخليك تروح تشتري. وده الولد اللي انا شفته وانا داخله في البدايه. هنا عسل النحل